العوافي عليكم يا حبايبي. كل سنة وانتوا طيبين. رمضان بيحب المشروبات، وأهم مشروبات بتبقى على السفرة عصير البرتقال وعصير قمر الدين وعصير المانجا. ازاي نزود كميتهم ويبقى طعمهم حلو وكمان فيهم فيتامينات زيادة وكمان يقضوا العزومات، ما نهلكش الكمية اللي احنا مخزنينها. إذا كان مخزنين عصير برتقان في الفريزة أو قطع مانجا أو لفة القمر الدين بقت غالية، هقول لكم على أفكار جميلة وحلوة وهتزود لكم الكمية. أول حاجة يا حبايبي المانجا. يا حبايبي أجيب جزراية كبيرة، أقشرها وأقطعها حلقات وأسلقها واضربها في الخلاط مع قطع المانجا بالسكر. هتزود لي الكمية وطعم جميل وفيتامينات، ومحدش يعني الجزر مش هيغير طعم المانجا، بس ما حطش جزر كتير. يعني على الكيس الكبير جزراية كبيرة، كيس وسط جزراية وسط، أقشرها وأسلقها وأضربها معاهم في الخلاط بالسكر. ده بالنسبة للمانجا. بالنسبة لقمر الدين يا حبايبي، أنا بنقع حتة قمر الدين برضو، هقشر جزراية واسلقها واخد القمر الدين اللي انا نقعاه، ما ينفعش يتحط كده لا يبوظ الخلاط اللي انا نقعاه بالمية بتاعته، واخد الجزراية اللي انا سلقتها وبسكر وبقلب شوب الخلاط واضربه، هيديله قوام ويزود لي الكمية وطعمه هيبقى جميل جدا. ولفة قمر الدين بدل ما تحضريها على مرتين ولا 3، تقعدك 4 مرات 5 مرات على حسب ما انتوا يعني عدد أفراد أسرتكم أو العزومة اللي انت بتعمليها. تاني حاجة يا حبايبي، انتوا بتحبوا قمر الدين مهلبية، برضو هعمل جزراية عليه، بس اهم حاجة ما زودش الجزر عشان ما يغطليش على طعم الحاجة. ادي والحاجة طعمها يبان. ادي يا حبايبي اعمله برضو، اسلق الجزرايه واضربها بعد ما انقع قمر الدين في الخلاط واعمل مهلبيه قمر الدين بالعصير اللي انا عملته في الخلاط ده. ماشي يا حبايبي، وطبعا بتحط السكر اللي يناسبكم. تالت حاجه عصير البرتقال. اجمل عصير هتشربيه عصير البرتقال البلدي على الجزر. يا حبايبي برضو جزراية على 2 كيلو برتقان بتعصريهم وتضربي ده في الخلاط بعد ما تسلقي الجزراية وتحليه بالسكر، هيزود لكم الكمية. وفي حاجات كمان هتزود الكمية. انا ما احطش، انا عاملة عزومة او عدد افراد اسرتي كبيرة، انا انزلي دلوقتي هاتي مجات ازاز او كوبايات اللي بتشربوا فيها الشاي، كوبايات وسط. يا حبايبي ما حطش في كوباية المية. طيب ما انتوا لو عندكم عزومة مش هتقضي الاولاد والناس المعزومين واهل البيت وحد يشرب وحد ما يشربش، لا اجيب كوبايات وسط بتاعة الشاي واحط كل العصير، سوى العصير قمر الدين، البرتقان بجزر، المانجا، في الكوبايات الوسط. هتطلع لي كمية أو تكفي عدد الأفراد اللي موجودين عندي، سوى عزومة سوى البيت، وكمان هتوفر معاكي. بدل ما تشربوا يوم واحد لو انتوا أفراد أسرة يعني هتشربوها على يومين، دي أفيد لكم. وكمان إن رمضان بيبقى جنبه صوبيا وجنبه كركريه، استعملي الكوبايات دي يا حبيبتي، كوبايات الوسط. المية هتخرب البيت، كوبايات المية بتبقى ضعف الكوبايات الوسط،
لكن ليه ما اعملش كوبايات الوسط وتقضينا في عز الغلا ده ونوفر وكلنا هنشرب. ها يا حبايبي، نعود نفسنا كده على التوفير وندبق، وبدل ما نستهلك المخزون اللي احنا مخزنينه من العصاير، سوى المانجا سوى البرتقان، سوى بدل ما اجيب لي لفتين ولا لفة قمر الدين اجيب لي 4 5 والديون ونستلف. لا، انا قلت لكم افكار جميلة ويا ريت تنشروها يستفاد منه غيركم، وربنا يخليكم ويديكم الصحة، وكل سنة وانتوا طيبين، ورمضان سعيد عليكم بدون نكد وبدون تبذير، وتمسوا بالخير يا حبايبي.